السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدعاء الذي لا يرد أبدا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اتكلمنا كتير جدا عن الدعاء وآداب الدعاء وشروط استجابة الدعاء، والناس كلها تقريبا حفظت كل هذا الكلام. لكن مع ذلك في ناس كتير لسه بتقول بندعي ولا يستجاب الدعاء. هنعمل ايه بقى؟ اقول لحضراتكم في البداية، لو التزمنا بالفعل بآداب الدعاء وشروط استجابة الدعاء وما كانش عندنا اي موانع لاستجابة الدعاء كأكل الحرام او عقوق الوالدين او الظلم او غير ذلك، فالدعاء مستجاب بنسبة 100%. لكن بقى الدعاء لما بيستجاب، وركزوا في الحتة ديت، وقت استجابة الدعاء لا يكون إلا بقدر الله ولا يكون إلا بحكمة الله. يعني واحد بيقول يا رب ارزقني، خلاص ربنا استجاب دعائه، لكن متى يأتي الرزق ربنا بيقدره في الوقت الذي يكون هو أصلح الأوقات لذلك العبد بفضل الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: ما من عبد مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. إيه هم بقى؟ إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، تكون فيه بلاء معين كان نازل فربنا يرفع هذا البلاء بذلك الدعاء، وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة، يعني من أجل أن يفرج عنه كربة من كرب يوم القيامة. واضح كده؟ لدرجة أن بعض الناس هتتمنى يوم القيامة أن ربنا ما كانش استجاب لهم ولا دعوة في الدنيا وأجل لهم كل ده ليوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن لو عايزين بقى دعاء لا يرد أبدا، أقول لحضراتكم ادعوا دعاء الغريق. قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. عايز حضراتكم تدعوا دعاء إنسان قاعد في مركب، والمركب ده في وسط البحر، واشتدت الريح وهاجت الأمواج وكاد الإنسان أن يغرق، كاد هذا الإنسان أن يغرق. فتخيلوا بقى مدى إخلاصه في الدعاء في ذلك الوقت عشان ربنا ينجيه من الغرق. ده لو كان مش مسلم، ده لو كان كافر وبيدعو هذا الدعاء من قلبه ربنا هيستجيب له، فما ظنكم بأهل الإيمان والتوحيد؟ قال جل وعلا: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك اللي هي المركب وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، خلاص هيموتوا، وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. ده لأنهم ما كانوش مسلمين. إنما فما ظنكم بقى وأنتم قد أحاطت بكم أمواج الفتن من كل مكان، فكيف وأنتم تدعون وأنتم على الإيمان والتوحيد؟ يا سبحان الله. يعني هذا الرجل الذي كان في المركب وهو مش مسلم، مجرد ما دعا من قلبه ان ربنا ينجيه من الغرق ربنا نجاه. تخيلوا حضراتكم، فما ظنكم بكم انتم وانتم مسلمون ومؤمنون وموحدون وقد احاطت بكم امواج الفتن من كل مكان، وبتقولوا يا رب نجنا من الفتن، يا رب ثبت قلوبنا على دين، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. شوفوا بقى لما تكونوا بتدعوا الدعاء بالاخلاص، ده دعاء الغريق، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، تخلي الدعاء بفضل الله طالع من القلب فيستجاب بفضل الله الدعاء في ذلك الوقت، وخصوصا مع الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. طب ايه اللي يقوى عندنا بقى الرجاء في استجابة الدعاء؟ ان احنا نشوف كيف استجاب الله عز وجل الدعاء لغيرنا ممن مضوا من الأمم من قبلنا. ننظر مثلا في كتاب المولى عز وجل ونرى كيف استجاب الله دعاء سيدنا أيوب بعد المرض اللي عاش فيه 18 سنة، وبمجرد ما دعا
شفاه الله عز وجل وعافاه بعد 18 سنة. ننظر كيف نجى الله عز وجل يونس عليه السلام من بطن الحوت لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ومش ليه لوحده، وكذلك ننجي المؤمنين. ننظر كيف رزق الله عز وجل سيدنا زكريا بسيدنا يحيى بعد أن بلغ زكريا عليه السلام من الكبر عتية. فهنا يعلو الرجاء في قلوبنا بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن خدوا بالكم من حاجة مهمة جدا، اوعى حد فينا يتكل على نفسه، لأن ممكن الإنسان يغتر، يدعو مرة فالدعاء يستجاب فيظن إن أي دعاء هيبقى مستجاب، وإن هو بقى خلاص يعني ما بقاش محتاج إن هو يكثر من الدعاء، وإن هو أي حاجة بيعملها ربنا بيسرها له. لا، نحن أحوج ما نكون إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. يكون شعرنا دائما ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يعلم سيدنا معاذ بن جبل هذه المعلومة الجميلة، ماذا قال له؟ كما ورد عند أحمد بسند صحيح، قال له يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. ثم قال له فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني، طلب الإعانة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني لا يكون التوفيق في العبادة ولا في الذكر ولا في الشكر ولا في طلب العلم ولا في الدعوة إلى الله ولا في عمل الخير إلا بإعانة من الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم ورب الكعبة، نحن أحوج ما نكون إلى الله سبحانه وتعالى. فالدعاء الذي لا يرد أبدا بفضل الله هو الدعاء الذي يخرج من القلب، دعاء الغريق، دعاء الإنسان الذي يتخيل نفسه أنه يغرق في بحار الفتن، في بحار الهموم، في بحار الأحزان، في بحار الابتلاءات، ويدعو من قلبه وعنده حسن ظن بالله ورجاء فيما عند الله ويقين فيما عند الله سبحانه وتعالى، ويتأدب بآداب الدعاء وشروط استجابة الدعاء، ولا يكون عنده موانع لاستجابة الدعاء كأكل الحرام أو عقوق الوالدين أو الظلم. هنا الدعاء مستجاب بفضل الله 100% بفضل الله. لكن كما وضح النبي في الحديث فإن الإنسان حتى وإن استجاب الله دعاءه فإنه يتناول حالة من 3 حالات، إما أن يعطيك الله عز وجل سؤلك أو دعاءك الآن، وإما أن يصرف عنك من السوء مثله، وإما أن يدخر لك ثمرة هذا الدعاء إلى يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. وياما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت، بيوت من إزاز بفرش وجهاز، لكن من القلوب الإيمان اختفى. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء، نفوق من الكابوس وناخد دروس ترقي النفوس مع المصطفى.